قبل قليل تم إطلاق. نعم، هذه غارة بالقرب من، ربما استمعتم إلى هذه الغارة في نعم. المبنى الذي يظهر الآن في الصورة، وهو تم يعني إبلاغ يعني أحد الآن. محمود لازم ننزل. عدنان، هل أنت بخير؟ إذا كنت معرض لخطر يمكن أن تذهب الآن، لأن أنا أرى القصف يعني في مواجهة المكان مباشرة. المكان لا يبعد سوى بضعة يعني بضعة أمتار من المكان الذي نتواجد به. هذا هل واضح ما الذي أو استهدف أو ما الذي في المكان؟ هذه عمارة الشروق، أحد المباني السكنية المعروفة في مدينة غزة، وهي تضم عدد من المكاتب الإعلامية والمؤسسات. من ضمنها هناك في الطابق الأخير مبنى يعني كان يعني لقناة الأقصى الفضائية التابعة لحركة حماس. ربما لهذا السبب يتم الآن غارات متتالية ومتتابعة على المبنى، لكن كما نلاحظ الصواريخ يبدو أنها من طائرات الاستطلاع، وهي عبارة عن صواريخ تحذيرية لتمهيدا لنسف المبنى بشكل كامل بعد قليل. يعني هذه مجرد طلقات تحذيرية. معبود المبنى نزل. عدنان، تم تدمير المبنى بالكامل. نعم. الصوت يا محمود راح. نعم، أتمنى أن تكون بخير عدنان. فعلا يبدو أن يكون هناك طلقات تحذيرية وقصف المبنى بالكامل. إذن قصف إسرائيلي في قطاع غزة لبرج الشروق كما أفاد مراسلنا قبل قليل.